أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير صديقي العزيز. وكلمتين ونص وعلى السريع. وعلمت أن رزقي في السماء لم يأخذه أحد فاطمأن قلبي. وقال الله عز وجل: رزقكم في السماء وما توعدون. فالرزق جايلك جايلك، عارف لو مالكش نصيب فيه هيجيلك وهيروح منك من غير ما تحس، مش هتستنفع بيه خالص. ليه؟ لأن ده بتاع رب العالمين. كان هو قال رزقكم في السماء مش على الأرض. هو اللي متولي رزقك، انت ما بتتعبش فيه، خد بالك. دي حاجة. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ احنا بنقول الكلام ده للناس اللي بتجري جري الوحوش على انه يكوش على الدنيا وما فيها، ويكوش على رزقه. لا هياكل اكتر من اكله، ولا هينام على سرير اكبر من الحتة اللي هو نايم عليها، حتى السرير بياخد منه حتة. يعني مش هياخد اكتر من اللي ربنا كاتبهوله. شوية مرض يفضل يتألم، وبرضه يفضل يلف على الفلوس ويعمل على الفلوس ويعمل. ممكن تجيب رزق كتير وتفضل تصرف كتير، وممكن ما يكونش يعني ربنا بيديك على القد، انما ما حايش عنك حاجات كتير جدا. حايش عنك الامراض، وحايش عنك ان حاجه تبوظ وانت مش لاقي تصلحها، وحايش عنك حاجات كتير جدا. خد بالك من الكلام. فارمي حمولك على الله وقول يا رب. والرزق ليه اسباب، اسبابه حب الرحمن. عشان رزقك يجيله بركة، مش يزيد، يجيله بركة. يعني ممكن يبقى قليل، انما تبص تلاقيك بتعمل بيه كل حاجة لو هو قليل، وبتعمل بيه كل حاجة. فخد بالك من حب الله عز وجل. نهاركو ابيض، نهاركو جميل. والناس المستغلة والمستغلين ربنا يخلصنا منهم اجمعين. نهاركو جميل.